أغنيات معروفة، ويعني عشان نتعرف على مستوى الناس وعلى مستوى المتلقي والمستمع. معتز أيضا قلد فنانين أو غنى بأغنياتهم، ولكن كان هنالك تميز. فممكن نقول الميز معتز عن باقي المطربين الشباب شنو؟ طبعا انا ما بنسب التميز لنفسي او كده، لكن ممكن تقولي انا بخطط لشنو كده. في الحقيقه انا لما غنيت اغاني الغير يعني كان الهدف انه اقوم اقدم صوتي من خلال على اساس ان هي اغاني معروفه. نعم. فلما يكون في فنان جديد عايز يعني يدخل الساحه لازم يقوم يطرح اغنيات معروفه على اساس انه يعني يبين يسمع ويتعرف، صوته للناس. يتعرف من خلال امكانياته أكيد أكيد. شنو. نعم. فبس انا ما كنت بستخدمها كاستهلاك، يعني هي كان بس مجرد وسيله لتوصيل صوتي في فتره معينه. لكن ويمكن يعني خدت أسلوبك يعني، أو أنت غنيت في نفس الوقت كنت نعم. بطرح حاجاتي يعني الخاصه وكده. نعم. مع احترامي الشديد للفنانين الكبار قدموا حاجات جميله، لكن احنا ما حنفضل نغني في غنام. أكيد أكيد. وغير كده يعني صوتي احق به واغني به غناي انا يعني. أكيد. طيب كنت بتغني لمنو في البدايات يعني؟ يمكن يعني لما حسيت بانه انت يعني او انتبهت لانه صوتك جميل، كنت بندندم لمنو من الفنانين الكبار؟ والله جميع الفنانين انا ما يعني عندك زول كلهم معين بمستوى يعني؟ واحد، يعني سمعت كلهم، كنت بستمتع بحياتهم كلهم. نعم. ما كان في تركيز في زول معين، لكن بمستوى واحد كلهم بتركيز واحد يعني. نعم. طيب هسه لو قلت لك سمع الجمهور دندنه باول اغنيه انت غنيتها بينك وبين نفسك، صعبه؟ لا ما صعب. الوقت ده كنت انا في سنه رابعه ابتدائي، وكان في الجمعيه الادبيه. نعم. ف ما كبير الزول ده يا اخواننا. فتغنيت باغنيه قديمه كده بتاعت بلال تزورني مره، لو تتذكروه. نسمع منها جزء يا اخواننا. ممكن اقولها من غير مزيكا كده، حاجه صغيره. اي ممكن، تفضل. بلال تزورني مرة، أنا يا بلال تزورني مرة، يوم قالوا لك وقالوا ما عليك، يوم قالوا لك قالوا ما عليك، وقالوا جافي انا راضي بك يا بلال. غايته لو من سنه رابعه يا اخواننا خطير، صح؟ طيب معتز، يمكن معظم اغنياتك زي ما ذكرتك بانه هي اغاني خاصه وهي من تلحينك، يعني حبيت تاخذ بصمتك في اغانيك من خلال الحانك دي. واي فنان لازم يكون عنده رؤية لصوته ذاته يعني. نعم. يقيم حاجاته وبناء عليها يقوم يتعامل اللحن المتناسب مع صوته. الحاجة اللي بتطلع إمكانياتي نعم. بصورة مميزة. نعم. ألحان ما تكون انطرحت، أشكال من الألحان مختلفة. نعم. كده أنا بحب التنوع في الأداء، يعني ما بعتمد على ممكن أغني باين عليك فجأة أقوم أغني يعني. طبعا هي مطلوبه من قبل، باين عليك حنغنى لكم ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني هي بس عندي اتجاه معين، يعني اللي هو انه نعتمد على حاجاتي اللي هي بتطلع صوتي وامكانياتي الصوتيه. نعم نعم. ويمكن لا يخفى على الحضور والمشاهد بانه معتز ايضا نشأ في المملكه العربيه السعوديه، وده بيقودني لسؤال انه يمكن معظم الحانك فيها حاولت انك تدخل السلم السابع في السلم الخامس، السلم السباعي في السلم الخماسي، وده يمكن الميزك او ميز اغنياتك. يعني المستمع بيستمع للاغنيه من الالف الى الياء بكل انتباه، ناله بحس بانه في كل مره او في كل اغنيه في جديد. هو انا طبعا ده ما يعني في بعض الناس بتقول انه انا شوهت شكل الاغنيه السودانيه، لكن هو بمعنى صح انا يعني عندي حاجه مختلفه. تقدمها بصوره جديده. في ناس فنانين ما شاء الله موجودين في السودان نعم. محافظين على التون السوداني، وانا من ضمنهم برضه يعني. نعم. لانه عندي الحان خماسيه، وقبل شويه طرحت لحن يمكن
اقرب للحقيبه يعني عيونك يا قمر. اكيد فده نعم. بيأكد يعني سودانيتي وانه انا محافظ على النمط بتاعي، بس عندي حاجه تانية مختلفه فمفترض انها تطلع يعني اكيد، ويمكن آه، هي اللي ميزتك عن باقي الفنانين الشباب، والفنانين الشباب كلهم على عيننا وعلى راسنا، وكل واحد متميز بشيء خاص اكيد. بخصه، احنا بنحييهم بنقول لهم كل سنه وهم طيبين. طيب اخر سؤال بس، ان شكلهم الناس ملوا من اسئلتنا. معظم شبابك يعني او معظم مستمعيك